السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، وليه شفنا الفيديو اللي احمد حسن نزله من شوية اللي هو بتاع كاميرات المراقبة. طيب، قبل ما ابدأ في الموضوع او اتكلم في اي حاجة خالص، افكر بس الناس اللي داخلة دلوقتي حالا احمد حسن صاحبي قال عليا ايه ونرجع تاني. انا الدرع حل من الاثنين، يا تطلع تعترف ان انت فعلا اللي سرقت الدرع بتاعي وترجعهولي، يا اما انا الفيديو الجاي لو انت ما اعترفتش ان انت اللي سرقت الدرع وانا رجعتهولي، انا اطلع اسمع الناس الكذا فويس بتوع الواتساب واسمع الناس تسجيلات المكالمات اللي انت بتقول فيهم بعضمة لسانك ان انت اللي سرقت الدرع. تمام، زي ما انتوا شفتوا انا امبارح قلت له لو انت جبت كاميرات المراقبة ساعتها هطلع اقول ان انا اللي خدت الدرع. طيب، شاطر يا احمد يا حسن، لا بجد شاطر، لا وذكي في نفس الوقت، يعني انت شاطر وذكي. طيب مبدئيا يا جماعه الفيديو ده اللي احمد حسن طبيعي كاميرا عندهم مسجلاه ده من شهر ونص تقريبا او من شهر تقريبا، وهثبت لكم كلامي ده عن طريق الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم احمد حسن واكرام هجرس ومحمد النمر. اتفضل. صاحبنا مش قوي، هم مش صحابي قوي. النهارده زي ما انتم شفتوا الفيديو ده كنت انا واحمد والنمر بنفس اللبس، هو كل حاجه، مفيش حاجه اختلفت فيه تماما خالص. اليوم ده اللي المفروض كنت انا واحمد عند بيته، والمفروض ان انا طالع بيته ومعايا المفتاح بتاع شقته، ولو انا واحد معرفش اهله فوق ولا لا، الطبيعي اي حد بيبقى اهله موجودين في الشقه، فانا طالع بمنتهى الحريه الكامله، اذا ان انا عارف ان اهله مش فوق، بناء على مين؟ على كلام احمد اللي هو اطلع وهات اللاب بتاعك وانزل. كان طلوعي في اللحظه دي عشان خاطر اجيب اللابتوب بتاعي، وكان في كذا كتاب صغير عنده موجودين، خدتهم وخدت اللابتوب وخرجت زي ما انتوا شفتوا بالظبط، وقفلت ومشيت. طب يا احمد يا حسن، لما تعوز تسجل حاجه ليا او جايب حاجه قديمه، عايز توصل لايه يا احمد يا حسن؟ بص يا احمد، انا مستعد اتنازل لك عن المليون مشترك اللي عندي واديهم لك، بس اثبت لي ان انت فعلا زي ما بتقول ان انا حرامي. هي كلمه تقيله قوي، بس عارف يا احمد حسن انا عذرك برضه. بس عارف عذرك ليه؟ لان الناس هي اللي هتحكم مين فينا اللي باين عليه قوي انه عايز يعمل دور عشان في غرض معين. الله اعلم بقى تسوق سمعتي، الله اعلم صعبان عليك ان يبقى عندي مليون مشترك على القناه عندي، مع اني قلتها لك امبارح وبكررها تاني. لو انت النهارده عندك مليون، فانا مليون يا احمد ممكن تيجي كده، وبربنا وبحب الناس مش بيا، ومش هدافع عن نفسي يا احمد النهارده ولا هقول اي حاجه، بس كل اللي عايز اقوله وزي ما انت بتقول ان في تسجيلات مبعوتالك، اطلع يا احمد يا حسن من التسجيلات. وبعدين يا ابني مش الفانز اللي يحكم بيني وبينك، انت لو فعلا صح تعالى بنفسك واجهني فيس تو فيس وخد مني الدرع اللي هو المفروض مكتوب عليه اسمك، الدرع اللي المفروض مكتوب عليه اسمك. يعني انا حتى لما اخد درع عندي هعمل بيه ايه؟ هسيحه صح؟ وبيع الدرع دهب، مش كده؟ لا، شاطر يا احمد، اقنعتني جدا 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 بعد الفيديو ده ان انت قد كده. متعرفش تفكر على فكره، انك لو بتعرف تفكر هتلاقي ان ربنا بيوقعك في شر اعمالك، انك تجيب فيديو وانا داخل شقتك طبيعي جدا، وخارج الشنطه مش شايلها على كتفي زي ما انت بتقول، شايلها عادي جدا، وخدت بعضي اسانسير وركبت عربيتي، وكنت انت اليوم ده معايا انت والنمر. ويا نمر عايزك ترد على ده، على اللبس اللي هو مش منطقي هيتكرر نفس اللبس بنفس كل حاجه، كوبي بيست، صح يا احمد؟ احمد يا حسن صدقني اخرتك معايا وحشه، ولو انت عايز توصل فين انا هوصل لك لابعد حد ممكن تتخيله. قشطه يا باشا. ومن الاخر الناس عارفه انا مين، والناس برضه هي اللي هتحكم يا احمد يا حسن مين اللي واخد الدرع.
ومين اللي ورا الموضوع ده. وبكرر تاني، انا يا احمد معاك لحد ما اجيب اخرك، لحد ما اجيب اخرك. تمام؟ شكرا ليكم. ولو عايزين تتابعوا النهارده ان شاء الله ايه اللي هيتم، هتعرفوا في التفاصيل الجايه.